السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حضرت لكم وصفه بزاف بنينه لشهر رمضان الكريم. عملت لكم لهنايا دجاج محمر في الفرن. ما نطولش عليكم، نروحوا قباله لكيفيه التحضير. اول حاجه هنايا عندي توابل، عندي فلفل الكحل، الملح، زنجبيل، توابل الدجاج والكوري، وزوج سنات ثوم مقطعين شرائح، وزوج وريقات تاع الرند. وعندي لهنا حوالي 4 مغارف كبار تاع الزيت في غيسيبيون. لهنايا نحط كامل التوابل مع الثوم، نزيد نضيف حبه بصله لهنا كنت ريحتها في الاشواق، ونضيف الزيت نخلطهم مليح. من بعد راني حنزيد نضيف لهم زوج مغارف صغار موتارد يكونوا معمرين. نضيف لهنا قطع الدجاج، نخليها تتبل حوالي ساعه غير ربع 45 دقيقه. من بعد راني حنحطها لهنايا في البلا. وعندي لهنايا حبيبات بطاطا يكونوا صغار كما راكم شفتوا. زدت لهنايا ضفت الماء لهذاك البصل، نحط البطاطا لهنايا نخلطها مليح. من بعد راني حنضيفها لهنايا للدجاج، نحط كامل هذيك الصلصه. نزيد هنا نضيف لها الطماطم، ونضيف لها وريقه تاع الرند، ونزيد الزعتره رشها من الفوق، ونزيد الاغصان هذوك تاع الزعتره، وزدت ضفت لها الماء. ومن بعد نغطيها بالبابي كويسون الالومنيوم وندخلها للفرن الطيب حتى يتم حتى وين الدجاج هذاك يحمر مع البطاطا. شوفوا ما شاء الله بعد ما طابت هي راح تجيكم بزاف بنينه. شوفوا الصلصه كيفاش جات، يعني راح تجيكم عقده، والدجاج راح يجيكم طايب. هنا درت لها كتزيين المعدنوس. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي الدجاج، يعني يجيكم طايب ومعسل، حتى البطاطا من الداخل تجيكم بزاف بنينه. لحقنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التحضير. نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم.